السلام عليكم. النهاردة معانا شرح مكنسة سامسونج 2000 واط. اللون الأصفر. هي الموديل ده ما بينزلش غير باللون ده. طبعا في موديلات تانية كتير. بس الموديل ده كويس جدا وبيبقى سهل تنظيفه، وهشرح لكم في الفيديو ده بننضفها ازاي، عشان بتتسد كتير قوي مننا ومش بنبقى عارفين ننضفها ازاي. طبعا طول ما هي مسدودة هي ممكن تحرق لنا الموتور. بصراحة يعني مكنسة كويسة جدا، أنا يعني بستخدمها بقالي حوالي 4 سنين. مكنسة تحفة سواء سامسونج أو ال جي. منتج بصراحة رائع. هعرفكم دلوقتي احنا بنفكها ازاي وهننضفها. طبعا المكنسة دي عشان إصدار جديد، يعني غير المكانس اللي احنا متعودين عليها ان التراب بيبقى متخزن في كيس او كده، لا المرة دي هو يعني متخزن في زي الشفشق كده. اهوت كده قدامنا. طبعا هنا بيتخزن التراب، الزرار الرصاصي ده بندوس عليه بنفك الشفشق علشان ننضفه. بنفك الجزء اللي فوق. طبعا يا ريت كل التنظيف للمكنسة بيتم مثلا في الحمام، علشان هي بتبقى مليانة تراب. طبعا هنا بيتخزن كل التراب اللي احنا بنشفطه من المكنسة بالمكنسة. في طبعا جزء كمان، في جزء كمان لازم ننضفه، الجزء السفنجة اللي تحت الشفشق ده. السفنجة دي طول ما هي مش نظيفة، برضو هي ما بيسحبش خالص، قوة السحب بتاعة المكنسة بتقل. فطبعا يفضل برضو بنمسك الجزء ده وبنغسله في الحوض. بنشيل اهو الجزء وبنشيل الجزء اللي لونها السفنجة اللي لونها لبني بس كده. بنغسلها نغسلها في الحوض وبننشفها، مش بنحطها مبلولة، عشان طول ما هي مبلولة هتمتص التراب كده أسرع وهتتسد معانا على طول. طبعا بننشفها وبنرجعها تاني. الجزء ده طول ما هو نضيف كل ما كان قوة السحب للمكنسة بيبقى شديد جدا. بنرجعها مكانها، بنرجع الشفشق كمان مكانه. طبعا يفضل ان هي يعني نكون منضفينه كويس. معانا دلوقتي الجزء التاني. الجزء التاني برضو طول ما هو مسدود برضو لازم بننضفه كويس. طول ما هو مسدود برضو مش بيسحب كويس. الجزء ده اللي بعلق فيه الايد بتاعة المكنسة، عشان اول ما جبتها بصراحة ما كنتش عارفة هي الايد بتفضل يعني بنفضل سايبينها كده ولا بتتعلق في المكنسة. ده برضو تاني جزء لازم ننضفه. يا ريت يعني ننضفه لو بفرشة سنان قديمة. برضو بنشطفه برضو، بس بننشفه كويس. برضو السفنج ده لازم يكون نظيف عشان قوة السحب تكون شديدة. وبنركبها برضو كده تاني. معانا بقى تالت جزء. طبعا الدراع ليه مستويات طول. بنطول وبنقصر طبعا براحتنا من الجزء ده. نحاول نراعي ان هي مش تسحب يعني ايه مناديل او شعر كتير، عشان مش يسد الماسورة. طبعا المكنسة بتعمل ممكن نسحب بيها على البلاط، يعني ممكن على السيراميك عادي وممكن على السجاد. طول ما السنون اللي طالعة دي بتاعت السجاد. السنون اللي طالعة من قدام دي للسجاد، عشان بتلم الشعر اللي في السجاد. لما اهو كده بنوديها بنخفيها كده، يبقى احنا كده بنعمل على السيراميك. طبعا معانا برضو جزء كمان في الدراع، اللي بنفتح برضو. في ناس كتير قوي مش بتبقى عارفة ده الجزء ده لإيه. الجزء ده بيخفف شفط او بيضعف شوية شفط المكنسة. يعني في ناس بتبقى مثلا يا اما السجادة مش بتبقى متوسخة قوي فعايزة شفط ضعيف، او السجادة بتبقى هي نوع السجادة خفيفة شوية، فبنعمل لها ايه شفط ضعيف شوية، فبنفتح الغطا. طول ما احنا قافلين الغطا لا كده المكنسة شغالة بكل قوتها.
اما لما بنفتحها شوية كده بنخفف شفط المكنسة، لو السجادة خفيفة، لو مشية خفيفة، لو السجادة مش متوسخة قوي. بس كده. معانا بقى اخر حاجة. طبعا هي المكنسة ديت مش بمستويات. السلك طبعا هو ليه زرار بيبقى مخفي كده يعني. الزرار اهوت بيبقى مكان الايد دي، الايد اصلا بتاعه المكنسه. بس لما بننزلها كده، لما الايد بتبقى في مكانها كده بندوس عليها كده، هي بتسحب لنا السلك. دي الايد اصلا اهيت. المكنسه ديت يا جماعه ملهاش مستويات. ده الزرار بتاع الباور. قدام الزرار بتاع الباور بالظبط فيه لمبه. اللمبه ديت انا لما بحط الفيشه، اللمبة دي لما بتفضل منورة اللون أحمر، دي كده معناها لو أنا مش حاطة إيد المكنسة على الأرض يبقى هي منورة أحمر، يبقى هي مسدودة. ده إنذار إن هي بتقولك إن هي كده مسدودة ولازم تتنضف عشان الموتور مش يتحرق. طيب لو أنا حطاها، لو اللمبة برضو منورة بس أنا بسحب بيها، خلاص يبقى كده تمام. أنا بتكلم دلوقتي لو اللمبة منورة وهي الايد اصلا مش على السجاده، يعني الايد انا اصلا لسه ما بداتش اصلا اسحب بيها، فده معناه كده ان المكنسه مسدوده. المكنسه ما فيهاش مستويات، هو بندوس هو مستوى واحد بس بصراحه يعني يعني مكنسه كويسه جدا جدا جدا. وشكرا.